السلام عليكم، كيف حالكم يا أحلى متابعين حلو وحادق مع رنا. نتأسف على الانقطاع بسبب ظروف صحية أنا كنت مرة فيها، كنت حامل وحملي كان كتير صعب. ربنا يعطيهم لكل مشتهي. اليوم بدنا نعمل وصفة جديدة، وصفة اللي هي ستيك لحم بالوايت صوص والمشروم. قطعية اللحمة هاي لمّا نيجي نطلبها من عند الجزار بتكون ما بين الرقبة والكتف. القطعية هذه بتبقى كتير طرية ولذيذة في الوصفة. حنستخدم للتبهير ملح وفلفل أسود وشوية شطة. أنا مش حاكتر هون بهار عشان نستمتع بطعم اللحمة. حنستخدم الروزماري، أنا استخدمته هان فريش. فيكِ تستخدميه يكون مجفّف، ما فيش مشكلة. وحنستخدم مشروم، أنا المشروم اللي هون استخدمته مشروم عُلب. إذا بيكون عندِك فريش بيكون أطيب. حابدأ بتبهير اللحمة، حاحط شوية ملح، شوية فلفل أسود، وحابدأ أفرُكه بقطع اللحمة، وحاحط عليه شوية زيت زيتون، وحاعمل لهم شوية مساج. فيكِ أنتِ تتبليهم قبل بليلة أو في نفس اليوم مثلًا قبلها بساعتين، ولازم تحطيهم بالتلاجة ما تخلّيهم برّا لأنها دغري اللحمة بتفسد. بدنا تشجيع منكم ومشاركات للصفحة عشان أنا باعلى فيكم. هنا استخدمت الgrill لازم أحط تحطوه على درجة حرارة عالية، لازم يكون كتير سخن. حطيت أنا شوية قطع زبدة. فيكم تحطّوا زيت قلي، زيت ذرة، زيت دوار شمس، أو شوية زبدة تعملوا mix يعني بين الزبدة والزيت القلي. هلقيت حانزّل قطع اللحمة. الجريل لمّا بيكون حامي أنتِ بتحافظي على العصارة الموجودة جوّات اللحمة بتنمو juicy. هلقيت حانزل بقطع الروزماري وقطع التوم. نعمل لهم شوية تشويحة هيك خفيفة. هلقيت أنا هون سلقت البطاطا. بدنا نعمل اللي هي البطاطا البيوريه عشان تتأكدي إنه البطاطا استوت كتير كويس معك. إذا دخلت الشوكة كاملة بتعرفي إنه هيك إنه البطاطا خلص يعني وصلت للسوا المطلوب. هون حاقوم بتقشير البطاطا، وبعد هيك حبلش أهرسها. فيكِ تهرسيها بالشوكة، وإذا عندِك الآلة تبعة البطاطا هاديك برضه بتسهّل عليكِ أكتر. هون أنا حطيت حليب وحطيت جواته قطع زبدة، وحابهره حاحط عليه شوية فلفل أسود وشوية ملح. وحطيت أنا هون شوية من بهار اللحمة، وحاقلّب الخليط كلّه مع بعض عشان تمتزج المكونات كتير كويس. بعد هيك حاضيفها للبطاطا. هون لازم أول ما يعني يسخن معانا كويس بنديره وهو سخن على البطاطا عشان تتشرب البطاطا الخليط. وبنتمنى نقلّب لغاية ما تمتص كل الكمية. هون حطيت شوية زيت قلي، وحطيت خضار عندي مفرزة كانت، مشكلة هذه الجاهزة. وباعملها شوية تشويحة وباضيف عليها البهارات، شوية ملح وشوية فلفل أسود. وحاقلّبها شوية. وبعد هيك حاضيف الرز وبرضه حاعمل له شوية تقليبة.
وبعد هيك حاضيف له المَيّة، طبعًا أنتم عارفين هنا ضِفت ماجي. هون استخدمت الرز بسمتي، الرز بسمتي لكل كوباية رز بده كوبايتين مَيّة. هون بدنا نرجع للحمة، بدأت تستوي بنقلبها على الوجه التاني، ونفس الصوص والعصارة اللي نزلت منها كل شوي أنا باخد منها وباسقي فيها قطع اللحمة عشان تتنكه في نفس الصوص. هون باجيب ورق فويل أو القصدير وباحط القطع فيها وهي سخنة وباغلّفها عشان البخار تبعها لمّا يتم محفوظ فيها أنتِ هيك بتحافظي عليها تتمها طرية وjuicy معاكِ. هلقيت بناخد من اللي هو الزيت اللي قلينا فيه قطع الsteak، باضيف عليه قطع المشروم وباشوحه شوية، يعني هيك من دقيقتين ل3 دقايق، وبعد ما باشوحه باضيف له أنا هون كنت حاطة حليب وجواته حوالي 3 معالق طحين عشان نعمل الwhite sauce، وبنخلّيه على النار لغاية ما إيش، يبدأ يتسبّك معانا. وهلأ بنيجي لصحن التقديم، هون حطينا الرز وحطينا البطاطا البيوريه وحطيت عليها قطع من التوم اللي اتشوحت معانا مع اللحم. وحنضيف الwhite sauce. باتمنى تجربوها، كتير كتير طيبة، ولا تنسوا الإعجاب في الصفحة وتحطوا له لايكات كتير، وإذا في أي استفسارات أو أسئلة فيكم تكتبوا لي إياها في التعليقات وأنا باجاوبكم بأقرب وقت.